فين الحكمة لما تكون مجرم والله سبحانه وتعالى يجهز لإهلاكك على نار هادية؟ فين الحكمة من كده؟ مش ليه كده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك تأمل كده في قصة فرعون وكيف الله سبحانه وتعالى مكر به على مدار سنوات، من أول ما هو قرر ذبح أبناء بني إسرائيل، فالله سبحانه وتعالى أخرج منهم ابنا رباه هو بنفسه عشان يكون سبب إهلاكه، وهو موسى عليه السلام. وبعد كده امرأته آسية والماشطة، دول من داخل البيت. من خارج البيت الرجل اللي حذر موسى عليه السلام إن هم بيجتمعوا عليه عشان يقتلوه، ومؤمن آل فرعون اللي الله سبحانه وتعالى ذكر قصته طويلة، وختاما بالسحرة اللي آمنوا أمام جميع الناس. دول كانوا غصة في حلق فرعون، وكانوا مكر من الله سبحانه وتعالى به على مدار سنوات. وختاما الله سبحانه وتعالى أغرقه في شربة مية في القصة المعروفة. وكذلك الله سبحانه وتعالى بيفعل بالظالمين في كل زمان ومكان، بس احنا اللي محتاجين نتأمل ونعتبر بالطريقة اللي الله سبحانه وتعالى يحبنا نعتبر بيها ونتأمل، ولا نقنط من رحمة الله.